النقيض للمغرب موندياليا هو الجزائر كجمهور وكلاعب كرة قدم. وسمعوني، كلنا شفنا المباريات المجموعة الأولى، وأفضل أداء للمنتخبات العربية هو منتخب المغرب. والحلو منتخب المغرب هم كلاعبين وكجهاز وكجمهور داخلين كأس العالم على أساس أنه ياخذون كأس العالم، هم داشين منافسين لكأس العالم، هم مو حاطين هني زيارة شرف نفس باقي المنتخبات. وبقارنا تحديدا في المنتخب الجزائري اللي للأسف فشل الشكل العربي ليس كلاعب كرة قدم لكن جماهيريا. الفيديوهات اللي طلعت في نيويورك على الجمهور اللي قاعد يسويه من بربرة، وانا اتكلم على فئة محددة اللي سوت مشاكل، لا احد يقول لي تعميم. الفئة البربرية اللي شفناها من الجمهور الجزائري هي ما هي إلا شكل من أشكال الهبل والقذارة والسخافة، واللي تعود علينا إحنا بالناطقين للغة العربية إلى السوء للأسف. والنقيض ماله هو المنتخب المغربي، منتخب جميل، فريق جمهور جميل، جمهور راقي، يعرف يقول كلمة وموحد شغله مع المنتخب. لما يقول لك سير هم فاهمين ايش قاعد يسوون، داشين والمايند سيت عشان ياخذون كاس العالم. اما المنتخب الجزائري داشين علشان يثبتون انه هم يعني فتوحات اسلاميه الظاهر داشين نفس الفيديوهات الهبله اللي شفناها. واي واحد يبي يسولف لي يقول لي يا معود وانت تطنز ما تشوف منتخبكم. احنا منتخب ما عندنا نفس خلق الله، فاخذوا راحتكم. الطعن في الميت حرام مثل ما يقولون. منتخبنا فاشل، ما علينا. الافضل اداء عربيا هو منتخب المغرب. أنا قايل من زمان هو من أفضل 4 منتخبات راح تكون في هذا المونديال. صحيح أن أنا شجعت البرازيل ضد المغرب لأن أنا أوريدي أشجع البرازيل من 94، لكن عربيا المغرب ما لها منافس. وزع لي الجزائري.